كيف تسوي مشكل الفرن بطريقة سهلة وناجحة ولذيذة جدا مثل المطاعم اليمنية. بطاطس وجزر، كوسة وباذنجان، طبعا الباذنجان اختياري. قطعوهم بالقطاعة. وبعد ما قطعتهم بقليهم. والآن بجهز اللحم المفروم الخاص بالمشكل الفرن. عندي قدر بحط فيه شوية زيت، بصل، معجون طماطم، لحم أو دجاج مفروم، معجون الثوم والزنجبيل، أقصد ثوم وزنجبيل مخلوطين مع بعض، فلفل أسود، كمون، مرقة لحم أو مرقة دجاج. إذا ما فيش معانا المرق نسوي بدله واحد ماجي، ملح، ونرفع عليه النار نخليه حتى يتنشف من الماء تماما حتى يرجع معانا بالشكل هذا. بايركس أو صينية الفرن، أنزل الخضار اللي قليتها، أخلطها مع بعض تمام، وأضيف لها شوية بازاليا مجمدة، وأنزل اللحم المفروم أخلطه تمام، رشة كزبرة، شرايح طماطم وفلفل بارد، فلفل حار. أغطيه على الفرن على درجة حرارة 180 من فوق وتحت لمدة 30 دقيقة. آخر 5 دقائق أفك القصدير من فوق فقط. وهذا هو جاهز ما شاء الله تبارك الله. بعد ما تطلعوه من الفرن تخلطوه بالشكل هذا. لذيذ جدا جدا جدا. جربوه عليكم بالعافية، ولا تنسوا المتابعة وحركة الاكسبلور.